كان الواجب علينا وعلى المسلمين عامة في هذا البلد الأمين خاصة وفي البلاد الأخرى عامة لنصر الدين وإظهار الدعوة إلى الله وإعلانها. وما كان ليتحقق لنا هذا لولا تمسكنا بأهداب الدين الحنيف وجعلنا كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم دستورنا. إن سكان هذا البلد ليزيدهم شرفا واعتزازا أن أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم بالقيام على خدمة هذه الأماكن المقدسة وعلى خدمتكم أيها الإخوان، وهذا نعتبره أكبر فخر وأكبر نعمة نعتز بها بعد نعمة الإسلام. كانت شريعة الإسلام وهي شريعتنا وستظل إن شاء الله الراية التي نستظل بها والمنطلق الذي نسير منه والهدف الذي نسعى إليه. نحتكم لمبادئها ونستضيء بنبراسها ونعض عليها بالنواجذ. إنني أعمل جاهدا في سبيل إعلاء كلمة الدين وإحلال عقيدة السلف الصالح، لذلك فإنني مبشر أدعو لدين الإسلام ونشره، وإني داعية أدعو للعقيدة السلفية الصالحة وهي التمسك بكتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء عن الخلفاء الراشدين. يعلم الله إنكم في قلبي، أحملكم دائما وأستمد للعزم والعون والقوة من الله ثم منكم، ولا تنسوني من دعاكم. أسأل الله عز وجل أن يرحم من أقام هذه الدولة. نقول الحمد لله نحن دولة تخدم الإسلام، نخدم الحرمين الشريفين ونخدم بلاد مواطنينا. لدينا جبل دائما نضرب فيه مثل اسمه جبل طويق. لدى السعوديين همة مثل هذا الجبل، همة السعوديين لن تنكسر إذا انهد هذا الجبل وتساوى بالأرض.